تخيل انك ممكن تسوق طيارة من غير ما يكون معاك رخصة طيارة. ايه اللي قدامك ديت اصغر طيارة في العالم، ولا دي مش لعبة اطفال، دي حقيقية وبتطير. كريكري او كريكات زي ما بيسموها في امريكا، اصغر طيارة في العالم واللي وزنها 75 كيلو، ومع ذلك بتقدر تشيل حمولة لحد 180 كيلو بما فيها وزن الطيار طبعا اللي هيكون سايقها، واللي بتقدر انها توصل لسرعة 255 كيلومتر في الساعة وارتفاع 4500 متر. ايه الطيارة كريكات، واللي كان هدف مصممها الفرنسي ان تكون تكلفتها قليلة جدا وان اي حد يقدر يجمعها في بيته، واللي اول ما اتصنعت كان ثمنها 1000 دولار. كمان ما بتحتاجش مدرج اطول من 200 متر علشان عمليات الاقلاع والهبوط. كمان معدات وادوات الملاحه فيها بسيطه جدا ومش معقده، واللي بتحتاج بس ايام علشان تتدرب عليها، وما بتحتاجش اي رخصه قياده علشان تقدر ان انت تطير بيها. كلامنا طبعا عن الغرب مش على بلادنا العربيه هنا. واحده من اجمل الحاجات اللي بحبها من وانا طفل وهي الطيران، لكن طبعا ما كانش فيه اي امكانيات ماديه ان انا ادرس طيران على حسابي، ولا احنا زي الغرب في فكره انتشار نوادي الطيران. اتمنى طبعا تحصل معجزه واقدر في يوم من الايام اطير، لكن هل لو اتاحت لك الفرصه هتقدر ان انت تطير بيها وانت مطمن على نفسك؟ لو لقيت كيو ار كود على قبر حد ما تستغربش. واحده من اغرب الحاجات اللي بدات تنتشر في الغرب وهو الكيو ار كود اللي بداوا يحطوه على القبور هناك، واللي بمجرد الموبايل بتاعك ما بيقراه بتقدر تعرف كل المعلومات عن الشخص اللي موجود في القبر اللي قدامك، واللي بيقدم ليك نبذه عن حياته وممكن فيديو كمان. الفكره مش جديده وموجوده من اكتر من 11 سنه في بريطانيا وفي امريكا كمان. الكيو ار كود اللي بيدخلك على صفحه فيها سيره ذاتيه وصور وفيديوهات وجيست بوك كمان. اعتقد لو ينفع واتنفذت اللي هيخش المقابر هيقعد جوه ساعات من كتر الفضول اللي الناس دايما متعوده عليه. رايي الشخصي ان لو ينفع واتطبقت ممكن يحط طبعا الشخص في فيديو ويطلب فيه من اللي يشوفه ان يديله بالرحمه. لكن هل شايف ان الفكره ينفع تتنفذ ولا لا؟ ولو اتنفذت هتبقى ساعتها قبور ولا متاحف للاموات؟